السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. إن شاء الله أول فيديو على قناة اليوتيوب. تمام. وهو بعنوان ايه هو السي تي اف؟ كابتشر ذا فلاج. طيب، قبل ما أبدأ، ايه هو السي تي اف؟ لازم تعرف انت ليه بتتفرج عليا والقناة دي معمولة لمين وهتعمل ايه في القناة دي. تمام. طيب، انا مين؟ انا اسمي حازم بلال، شغال مختبر اختراق ويب بنتوشن تيستنج وشغال باج هانتر من وقت للتاني. طيب، دارس المجال بقالي 4 سنين. تمام. ويب بنتوشن تيستنج، شغال على اكتشاف الثغرات وتحليل تطبيقات الويب، وبلعب سي تي اف وباج هانتر. تمام. طيب، القناه دي معموله لمين؟ او القناه دي معموله علشان ايه؟ عشان تساعدك ازاي تدخل مجال الويب بنتوشن تيستنج، تتعلم من بيتك من غير كورسات مدفوعه وتطبق عملي بايدك. طيب، هل المجال ده بيكسب فلوس؟ يعني في فلوس في المجال؟ ايوه اكيد طبعا. تقدر تشتغل باك باونتي بعد وقت معين، او حتى ان انت ممكن تجهز نفسك لسوق العمل. بس خلي بالك من حاجه مهمه جدا. المجال ده محتاج صبر ومذاكره وتطبيق عملي مستمر. من غيرهم مش هتعرف تعمل اي حاجه نهائي. تمام. طيب، ايه هو اصلا السي تي اف اساسا؟ وكابشر ذا فلاج وبيبقى عامل ازاي السي تي اف ده؟ طيب، السي تي اف، ايه هو السي تي اف؟ او يعني ايه السي تي اف؟ السي تي اف ده هو اختصار لكابشر ذا فلاج. حلو. طيب، ده مش لعبه خالص، ده تدريب للهاكرز اصلا. تمام، مش لعبه خالص، ده تدريب للهاكرز. طيب، ايه هو الكابشر ذا فلاج؟ او الكابشر ذا فلاج ده بيعمل ايه؟ ده بيكون تحديات سكيورتي بتشبه الاختراق الحقيقي. يعني كل تحدي بيبقى فيه ثغرة. المطلوب منك بقى في التحدي ده، المطلوب منك تكتشف الثغرة وتستغلها وتطلع حاجة اسمها فلاج. تمام. هنقول عليه مثلا اكنه جيم بس بعقلية الهاكر. تمام. طيب، بيبقى عامل ازاي السي تي اف؟ ده بيكون موقع او سيستم معمول فيه ثغرات، بيكون فيه اقسام مختلفة طبعا، زي مثلا الويب سايت، اللينكس، الكريبتو اللي هو التشفير، والريفرس. ساعتها كل ما تحل اكتر بتطلع فلاج. تمام. بيبقى نفس تفكير الباك باونتي بس بشكل تجريبي، يعني بشكل تدريبي اقصد. تمام. طيب، ايه هو السي تي اف ده؟ مهم جدا ليه؟ وليه لازم اعدي عليه؟ وبنتعلم من السي تي اف ايه بالظبط؟ طيب، ايه السي تي اف مهم جدا ليه؟ اولا عشان بيعلمك تفكير. تمام. مش ادوات خالص، مش حفظ اوامر خالص، ولا هو كوبي بيست نهائي. لا، ده بيعلمك التحليل، ازاي تحلل الكود اللي قدامك وتفكر صح عشان توصل للاستغلال بعد كده. دايما بنقول الهاكر الشاطر بيفكر، مش مجرد ان هو بيكتب كوماند، مش مجرد ان هو بيكتب اوامر بس خالص، لا. طيب، ليه لازم اعدي على السي تي اف اصلا؟ لانك هتتعلم ازاي تفهم السيستم، ازاي تربط الثغرات ببعض، ازاي تفكر زي الاتاكر. تمام. السي تي اف اصلا بيكسر الخوف من البدايه. تمام. طيب، بنتعلم ايه من السي تي اف اساسا؟ من خلاله هتتعلم ثغرات زي مثلا الاس كيو انجكشن، زي الاكس اس اس، زي الفايل ابلود، زي اللوجيك باجز، وثغرات تانية كتير. تمام. طيب، آه تعالى، ايه المواقع اللي ممكن ابدا منها من خلال السي تي اف؟ عندنا اول موقع هو تراي هاك مين. تراي هاك مين موقع حلو جدا وبسيط وسهل في التعامل. تاني موقع عندنا اسمه بيكو سي تي اف. تمام. والموقع ده قوي جدا، بيتعامل مع الويب في افكار مرعبه جدا. تمام. هاك ذا بوكس بقى، ده اقوى موقع شفته في حياتي، وكمان بيبقى واقعي جدا 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 من الشغل بتاع الشركات. تمام. يبقى هاك ذا بوكس احنا خلصنا. هاك ذا بوكس، نخش على بورت ويجر ويب سكيورتي اكاديمي. طيب، ايه هو الموقع ده؟ الموقع ده مهم جدا جدا عشان ده اللي هنتدرب عليه الثغرات بتاعت الويب، اللي هي الاس كيو انجكشن والاكس اس اس والفايل ابلود والحاجات دي. تمام. طيب، وبس كده هنكون خلصنا الفيديو ده النهارده. ان شاء الله انتظروا الفيديو الجاي نشرح السي تي اف وخطوات البين تيستنج وازاي ترتب افكارك على نوشن. استنوا الفيديو الجاي. لو الفيديو ده عجبك يا ريت تعمل اشتراك في القناه عشان يظهر لك الفيديوهات اللي جايه. تمام. الفيديو ده النهارده كان بيتكلم عن عنوان ايه هو السي تي اف. انا طالع اشرح السي تي اف ببساطه، ايه هو فكرته، والسي تي اف ده بيعمل ايه، وممكن من خلاله نتعلم ايه. الفيديوهات الجايه هنشرح حوار خطوات البن تيستنج، ازاي تعمل بن تيستنج على اي ويب سايت قدامك. تمام. لو انا قدامي ويب سايت، ازاي اعمل عمليه بن تيستنج او عمليه محاكاه كامله
من اول ما انا بعمل عمليه البنج لحد عمليه البريفليج اسكليشن اللي هي رفع الصلاحيات. كل ده هنعرفه بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. اعمل اشتراك في القناه عشان مش يفوتك كل جديد، عشان يظهر لك الفيديوهات اللي جايه بس. واشوفكم في الفيديوهات الجايه، وشكرا، سلام.